السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ما شافش الفيديو اللي فات، انا قلت ان انا الفترة اللي فاتت كنت مشغولة جدا وجات لي كمية رسائل. طبعا بمناسبة ان انا كنت مشغولة فما عرفتش ارد على ولا رسالة منهم، على عكس ما كنت بعمل الاول. يعني ان احنا هنجمعهم مع بعض وهننزل بيهم كده ورا بعض سلسلة، كل فيديو هجاوب فيه على سؤال. بس للأمانة انا مش هاخد كل الأسئلة لان لقيت أسئلة كتيرة جدا متكررة، فانا نقيت الأسئلة اللي هي مثلا بحس ان ليها شبيه، ليها مثلا كذا حد بعت نفس السؤال بس بصيغ مختلفة، فأنا نقيت أبرزهم وده اللي أنا بشتغل عليه. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن احنا ليه بنكرر نفس الأخطاء، أو كل مرة بنكرر نفس العلاقات بنفس الشكل، مع ان احنا بيتهيأ لنا ان دي علاقة جديدة أو حاجة مختلفة. شرحنا كل ده بالتفصيل وعرفنا احنا بندور على ايه. النهارده هناخد سؤال جديد، يلا بينا نشوف سؤال النهارده بيقول ايه. بتقول لي: السلام عليكم يا دكتورة آية، أنا متابعة حضرتك من فترة وبحب جدا إنك بتربطي بين علم النفس والقرآن. بحس إن الكلام بيدخل القلب قبل العقل. عندي مشكلة تعبتني بقالها سنين. أنا بخاف من حاجات كتيرة جدا حتى لو الناس كلها شايفة إن الموقف عادي. قبل أي مقابلة أو امتحان أو حتى مكالمة تليفون قلبي بيدق بسرعة كده، وإيدي بتعرق وأفضل متوقعة إن هيحصل أسوأ سيناريو. ساعات بحس ان الخوف بقى جزء من شخصيتي وبقيت اهرب من مواقف كتير لمجرد اني خايفة، وانا كده شخصيتي ضعيفة وازاي اتخلص من الخوف؟ تعالي نشوف انت شخصيتك ضعيفة ولا لا، ونشوف هتتخلصي من الخوف ده ازاي، وليه اصلا انت بتخافي. مبدئيا انا عايزه اقولك على حاجه: بلاش 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 تصدقي ان الانسان القوي هو الانسان اللي مش بيخاف، لان دي حاجه اكتشفت ان المجتمع حاطط فيها معظم الناس. فالناس واخده فكره ان الانسان القوي هو الانسان اللي ما بيخافش، الانسان اللي بيخاف هو الانسان الضعيف، ودي مش حقيقه. مفيش انسان على وجه الارض مش بيخاف. حتى الانبياء اللي هم المفروض اقوى الناس ايمانا على وجه الارض مروا بمشاعر الخوف وتعاملوا معاها عادي جدا. والقرآن ذكر لنا النقاط دي بوضوح. وطبعا احنا عارفين ان القرآن عمره ما بيذكر حاجة عبثا او صدفة، كل حاجة القرآن بيذكرها بيكون لسبب والحكمة ان احنا نتعلم منها. فطالما ان الشعور ده اتذكر في القرآن يبقى هو شعور طبيعي جدا كل الناس بتمر بيه. المشكلة بقى ان احنا اللي بنتعامل معاه غلط وبنديله حجم اكبر من حجمه، وبعد كده نرجع نشتكي ونوصم نفسنا بوصمة انا بخاف، انا شخصية ضعيفة. الكلام ده مش حقيقي نهائي. خلينا اديكي اقوى مثال على الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده: سيدنا موسى عليه السلام، لما ربنا امره ان هو يذهب الى فرعون. ولك ان تتخيلي الموقف. طبعا احنا لما بنيجي نقرأ القرآن ناس كتير قوي بتقرأ لمجرد القراءة، ولكن احنا ما بنركزش في المعنى او في المغزى بتاع القصة نفسها. بنقول ان ده تاريخ او قصة حصلت مع نبي او حاجة، طالما اتذكرت في القرآن يبقى فيها عبرة ليكي. ولكن معظم الناس للأسف ما بتاخدش بالها من الموضوع ده، بدليل ان في حاجات كتيرة جدا حصلت والقرآن ما اتكلمش عنها ولا ذكرها في اي موضع من مواضع الايات خالص. ده معناه ان هي ملهاش تأثير على حياتنا، ولكن هو ادانا الحاجة اللي لمسة حياتنا ليها تأثير علينا بشكل مباشر. تخيلي معايا كده ان سيدنا موسى لما كان رايح يقابل فرعون ما كانش رايح يقابل شخص عادي، ده كان رايح يقابل شخص عايز يقتله اصلا، وكمان حد بيدعي الالوهيه، يعني حد فاسد كده من الدرجه الاولى وحد فعلا يخوف، في رهبه كده. حتى والقران بيحكي القصه، القرآن ذكر تفاصيل شعور سيدنا موسى وقتها. ربنا ما أخفاش شعور خوفه، ولكن شرحه لنا وقال لنا على اللي حصل بالظبط. ايه اللي حصل؟ سيدنا موسى ما وقفش وقال انا بطل ومش بخاف وادعى شجاعة وثبات، وقتها ما كانوش موجودين. بالعكس بكل وضوح قال ربنا: إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطق لساني. لك أن تتخيلي الصراحة اللي هو بيتكلم بيها مع ربنا، بيقول له أنا خايف. اعترف بالخوف واعترف بضيق الصدر، اعترف إن لسانه ممكن يتلعثم. أظن ناس كتير قوي بتخاف من الموضوع ده، بتخاف إن هي تبقى طالعة ايفنت أو طالعة مقابلة وتتلعثم تتلجلج في الكلام، مع إن ده أمر طبيعي الناس كلها بتمر بيه. الناس بتبص للموضوع دوت إن هو عار، ولكن أدينا شايفين حتى الأنبياء بيمروا بنفس الشعور وبنفس مراحل اللي احنا بنمر بيها. ده يعلمنا درس مهم جدا: الاعتراف بالمشاعر مش خوف ومش ضعف، ولكن هي دي بداية العلاج.
في علم النفس أول خطوة أو أول بداية إنك تتعالج هي إنك تسمي الشعور زي ما هو، أو تعترف إن في مشكلة عندك وتقول اسمها بمنتهى الوضوح. يعني بدل ما تقولي أنا ضعيفة زي ما بعتلي في السؤال، قولي أنا خايفة، لأن في فرق كبير قوي ما بين الخوف وما بين الضعف. الضعف انت حكمتي على شخصيتك ان هي شخصية ضعيفة، ولكن الخوف لما اقول انا خايفة يبقى انا سميت الشعور اللي انا حاسة بيه، هعرف اتعامل معاه. ان الشعور اقدر ان انا اغيره، لكن الحكم على شخصيتي خلاص انا ببرمج عقلي ان انا شخصيتي كذا، وخلاص انا حطيت القناعة وحطيت البرمجة، فصعب ان انا اقدر افككها. معظم الناس بقى لما بتخاف بتعمل ايه؟ بيهربوا، بيأجلوا، بيعتذروا، يقولك مش وقته. وكل مرة بتهرب فيها العقل بيفهم رسالة خطيرة جدا، بيفهم ان الموقف فعلا كان مرعب. تخيل عقلك بيفهم ان الموقف اللي انت بتتهرب منه موقف مرعب، فكل مرة هيخليك تهرب وهيخترع لك حجج واعذار، عشان هو حاطط في دماغه خلاص ان الحاجة اللي انت خايف منها دي مصدر رعب، فطبيعي ان هو هيأجل، طبيعي هيخليك تبعد عنها وتهرب عشان ما يحطكش في مواجهة معاها. وهي دي المشكلة، بيفضل البوبع بتاع الخوف والرعب اللي مستنينا في آخر الأوضة، وإحنا مش عارفين نتعامل معاه ولا نقرب منه. وكل مرة أنت بتهرب الخوف بيكبر جواك، مش عشان الموقف كبر، ولكن عشان هروبك بيغذي الشعور اللي هو بيغذي الخوف. وبعد كده بتدخل فيما يسمى دائرة الخوف. يعني إحنا كده نفهم إن الهروب هو الغذاء لشعور الخوف بالظبط كده. اي حاجه بتخاف منها لازم تواجهها، ما تهربش، عشان تعرف تحلل الشعور وتفككه وتعرف تتعامل معاه. لما سيدنا موسى قال لربنا ان هو خايف، ربنا ما شالش من عليه المهمه، ما قالوش خلاص خليك ما تروحش وهشوف حد مكانك يعمل المهمه، كان معاه بيطمنه. ليه؟ عشان شعور الخوف عنده ده يبدا ان هو يتفكك، ما يفضلش خايف من الموقف وهربان من فرعون، والخوف مع مرور الوقت عمال بيزيد وبيتغذى بالهروب. يبقى انا غذيت المشاعر بالهروب. فربنا لما رد على سيدنا موسى طمنه وقال له ايه؟ لا تخافا اني معكما اسمع وارى. ما تخافش، انا معاكم بسمع وبشوف. يعني مش معنى ان انت خايف ان انت عطلت رسالتك او وقفت عن الحركه، لا انت مكمل في طريقك. ده بيوصل لنا رساله حلوه قوي، ان الطمانينه او الشعور بالهدوء الداخلي معناه ان انا اختار اللي يطمني، اختار انا همشي مع مين. لما طلب من ربنا ان هو ياخد اخوه معاه، ربنا ما قالوش لا دي مسؤوليتك وتشيلها لوحدك، ربنا وافق وخلى اخوه يروح معاه عشان يهديه، عشان يطمنه. هو هنا المراحل دي المراحل بتاعه التعامل مع الخوف، ما قالوش انت خايف خلاص اعمل كذا وبالعافيه وبخناقه، لا لا لا، هو شاف حس من جواه ان هو مش هيطمن الا بوجود اخوه، فربنا وافق وقال له اني معكما اسمع وارى. عايزه اقولك على حاجه، بس هي عايزه حد جامد كده وحد شجاع. كل مره بتواجهي فيها الخوف بتاعك انتي بتزدادي ثقه بالنفس، والخوف حجمه بيبدا ان هو يصغر ويقل لحد ما يتلاشى نهائي. قلتلك ان النقطه دي محتاجه حد قوي وشجاع، لان مش اي حد بيكون قادر ان هو يطلع اول طلعه دي. اول طلعه دي عايزه حد ايه؟ مش هقولك حد مش خايف، انت هتطلعي وانت خايفة، بس هتاخدي معاكي ايه وانت ماشية في الطريق؟ هتاخدي ثقتك في الله اولا، ان ربنا معاكي يسمع ويرى. هتاخدي معاكي ثقتك في نفسك وفي قدراتك، لان ربنا هو اللي خلقك، فطبيعي انت عندك قدرات وادوات ربنا هو اللي حطها فيكي. فاول خطوة تعمليها دلوقتي، مش هقولك النهاردة، دلوقتي تشوفي اكتر حاجة انت خايفة منها ايه، وتتكلمي مع نفسك بمنتهى الهدوء، وتبدأي ان انت تواجهي الخوف ده. حطي في دماغك ان الخوف عامل زي الطفل الصغير، كل مرة بتسمعي كلامه صوته بيعلى، كل مرة بيبقى عندي اكتر ومتمرد اكتر من المرة اللي قبلها. لكن تخيلي معايا كده لو انت جيتي في مرة للطفل ده وقلتي له انا سامعاك بس مش هعمل لك اللي انت عايزه، هيبدأ بعد كده يفهم ان انت مش بتيجي بالطريقة دي، فهيبدأ صوته يهدى، وهتخلقي ما بينك وما بينه مساحة تفاهم. حاجة كمان، كل مرة تخافي فيها اسألي نفسك هل أنا فعلا في خطر حقيقي، يعني في خطر حواليا يستدعي إن أنا أخاف، ولا عقلي بيحاول يحميني من حاجة هي بالنسبة لي مجرد احتمالات. يعني العقل ساعات بيحط احتمالات كده، اللي هو أنا خارج
بره البيت النهارده رايح مشوار، طب ما ممكن مثلا تحصل حادثه في الطريق، ممكن حد جاي بسرعه كده يخبطني، ممكن فتبداي اصلا تخافي انك تنزلي من البيت. هل فعلا في خطر حواليكي؟ في مشكله؟ يعني انت عندك مشكله تخليكي ما تعرفيش تروحي المشوار ده، او ما تعرفيش تدافعي عن نفسك، او تدركي اللي بيحصل حواليكي وتتعاملي معاه؟ هتقولي لي لا والله انا كويسه ونظري بشوف كويس، الحمد لله ما عنديش اعاقات حاجه تعيقني مثلا ان انا ممكن اتخبط اقع يحصل لي حاجه، مركزه، عارفه الطريق حافظاه، عارفه الاماكن اللي بمشي منها. خلاص يبقى انت عقلك بيخوفك من مجرد احتمالات. انا اخدت بالاسباب وتوكلت على الله ومشيت. انما مثلا ما يبقاش حد كفيف مثلا ما بيشوفش ويقول لا انا مش هخاف وانزل اعدي الطريق لوحدي، لا هو عنده مشكله فلازم هنا حد ينزل معاه. انما انتي كويسه جدا وما عندكيش اي مشاكل، ايه خوفك ان انتي تعدي الطريق او تنزلي تروحي شغلك؟ ما في ناس كده، في ناس عندها الخوف زياده عن اللازم، بتخاف من كل حاجه، بتخاف من احتمالات لسه ما حصلتش. ما احنا في دايره احتمالات، احنا عايشين في دايره احتمالات. ما انا دلوقتي قاعده في مكاني، قاعده في الشغل، احتمال دلوقتي ان انا اخلص تصوير الفيديو ده وامشي على طول، احتمال مثلا يرن الجرس دلوقتي وحد يجي يقول لي عايزه اتكلم معاكي في موضوع، احتمال كمان ممكن يجي لي تليفون ارد عليه ياخرني عن الميعاد مثلا اللي انا رايحاه بعد الشغل. فاحنا عايشين في دايره كبيره قوي من الاحتمالات. ليه عقلي دايما بيروح للاحتمالات الاسوأ؟ عشان الخوف كبير قوي جوايا. فكل ما انا بكبر ربنا جوايا وبكبر ثقتي في نفسي، الخوف يبدأ ان هو يصغر ويقل. هتقولي لي طب بما ان الخوف دوت حاجة وحشة، عشان انا بتسأل السؤال ده كتير، طب احنا ليه اصلا بنخاف؟ الخوف ده لو انت تعرفي معناه ومعنى وجوده في حياتك، ده من النعم الكبيرة قوي اللي هي في حياتنا اللي ربنا انعم علينا بيها. الخوف ده انا قلت قبل كده كتير ان هو شعور زي اي شعور، بينبهك لخطر ما، بيحاول ان هو يحميكي. لان احنا طبعا لسه قايله ان احنا عندنا احتمالات ممكن تكون كويسه في حياتنا واحتمالات مش كويسه، فاحنا عايشين في دايره كبيره من الاحتمالات. هو دوره ان هو يحافظ عليكي ويخليكي تاخدي حذرك من الاحتمالات اللي مش كويسه. امتى يكون خطر عليا زي ما انتي بتسالي دلوقتي؟ هو في الحاله بتاعتك دي هو خطر عليكي. طيب امتى يكون يتحول من ان هو شعور طبيعي او منبه طبيعي لخطر عليا انا؟ لما يزيد عن حده، لما ربنا يصغر جواكي الخوف يكبر. هي عمليه عكسيه، ربنا يكبر الخوف يصغر. مش معنى كده ان انا يعني هآمن بالله جامد وهبقى عندي يقين وإيمان وترابط بالله والخوف هيمشي خالص. الخوف ما بيمشيش، ده جزء مننا. احنا رحلتنا على الأرض ان احنا بنتعامل مع الشعور ونفهمه وبيبقى صديق لينا. يعني أنا عارفة مثلا إن الشخص ده شرير مؤذي للناس كلها، بس بيجي حد عندي أنا طوعته بعرف أتعامل معاه، فبدل ما هو يمارس شر عليا، لا هو بيحميني من أي شر جايلي من بره. هي الفكرة كده. ولو حسيتي إن الموضوع صعب عليكي جدا، تواصلي معايا على رقم الواتس اللي هيظهر لك دلوقتي على الشاشة، وإن شاء الله نحل الموضوع سوا. يعني الخلاصة ان الخوف صديق لينا في الرحلة. يركب معايا العربية بتاعتي اللي هتوصلني، ولكن اوعي تديله دور القائد او دور القيادة، ما ينفعش. وليه دور محدد، لو اديتيله دور اكبر من دوره هيزعلك. هو دوره يخوفك اثناء الامتحان عشان تذاكري، دوره يخوفك لو في اسد جاي عليكي عشان يخليكي تتحركي وتجري تهربي تنقذي نفسك، لكن مش دوره ان هو يخوفك من حاجات انا واخده احتياطاتي فيها واحتماليه حدوثها بعيده شويه. انا هنا باخد بالاسباب وبتوكل على الله اللي هو اقوى من الخوف واقوى من اي حاجه على وجه الارض. لحد هنا انا الحمد لله جاوبت على سؤالك، ويا رب اكون وصلتلك المعلومه زي ما انا عايزه اوصلها لك. وللي ما يعرفش، انا بعمل استشارات اونلاين على الرقم اللي هيظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي. لو في اي اسئله او استفسارات ابعتولي على الرقم ده، وان شاء الله انا هرد عليكم يا اما في رساله، او لو الموضوع كبير زي موضوع الخوف هنعمل له فيديو لوحده. اشوفكم الحلقه الجايه وسلام.